السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون ليسن 5 و6 و7 من يونت 3. وما تتخضش، الثلاثه صغيرين جدا 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 وما فيهمش جرامر، ما فيهمش اي حاجه خالص غير شويه كلمات صغننين. يلا بينا نشوف كلمات ليسن 5. طبعا كلمات ليسن 5 هنا بيديني شويه 7 كلمات بس بالكتير قوي، بيتكلم عن صوت الاو دبليو. فلما تيجي تبص كلمه زي يرمي اسمها throw. بص الاو او throw 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 the trash throw the ball throw. بعد كده عندي اللون الاصفر اسمه yellow yellow او yellow yellow. بعد كده عندي بيقولك لما تلاقي صوت الاو بعدين consonant ساكن بعد كده حرف الاي في الاخر بنطق الاو كده او برضو. فكلمة حبل يعني rope. بص rope rope، ما قلتش روب. rope زي كلمة home home. بص الاو هنا، بص انا مظللها لك ازاي، مغلق لونها الاو والاي اللي في الاخر زي روب زي هوم زي مثلا سكور زي ستول. في كل الكلمات دي هنا عايز بص روب. نفس الكلام في كلمة نوز انف نوز. بص الاو بعد كده ايه في الاخر نوز، ما قلتش نوز قلت نوز. I have a straight nose. بعد كده بيقول لك لو لقيت بقى صوت الاو بعدين الاي يعني او اي برضه هنطقها كده او زي كلمه بوت قارب بوت او معطف يعني كوت. فبص الثلاثه منطوقين زي بعض ازاي، الاو دبليو والاو كونسوننت بعد كده اي بعد كده الاو بعدها اي نطقوا او ثرو كوت نوز وهكذا. بس يا سيدي ده كان ليسن 5 بس، ما عندكش اي حاجه تانية خالص. تعمل هوم ورك الاكسرسايز بتاعه. تعال بقى ندخل على ليسن 6 ونشوف الكلمات بتاعته. عندي اول حاجه العب كره مع اصحابي، دي بالانجلش وخدناها قبل كده play football with my friends. طيب لو انت بتلعب كوره ما انت لازم تسمع كلام المدرب. يسمع كلام المدرب او اسمع كلام المدرب بتاعي. listen to my coach. بص كده في كلمة coach هتلاقي الاو اي زي كلمة بوت وزي كلمة كوت، فقلت ايه coach coach. وطبعا في سي اتش خدناها في اليونت اللي فات بحط فيها ته coach. لو عايز اقول نتشارك الكرة او بنلعب مع الكرة دي مع بعض فبنقول share the ball. ولما نيجي نسلم على بعض بالايد قلناها برضه قبل كده اسمها shake hands. بس يا سيدي هم دول بس الاربعه اللي عليك النهارده في ليسن 6. تعال بقى نشوف read and learn بيقول ايه. اول حاجه بيديني الصوره دي بيقول I play football with my friends. خدنا الجمله دي كتير قوي، معناها انا بلعب كوره مع اصحابي. فين بقى؟ we play in the park. ممكن اشيل in واحط at. we play at the park ودي معناها ان احنا بنلعب في الحديقه، يعني in صح وبرده at صح. فعايز اقول بقى احنا بنسمع كلام المدرب بتاعنا. we listen to our coach. سيبك من our دلوقتي هشرحها لك لما يجي وقتها. بس we listen to our coach يعني المدرب بتاعنا. our car يعني العربيه بتاعتنا. our board يعني السبوره بتاعتنا. our glasses يعني النضاره بتاعتنا او النضارات بتاعتنا وهكذا. في الصوره دي بيقول we share the ball يعني احنا بنتشارك الكوره مع بعض. انا هحدف لك مره وانت تحدف لي مره، انا share the ball. ولما نيجي بقى نسلم على بعض واحنا ماشيين we shake hands. بس يا سيدي الموضوع بسيط جدا كده. يبقى خلصنا lesson 5 وليسن 6 الكلمات والread and learn وكل حاجه فيه. تعالى بقى ندخل على lesson 7 وبالاخير في unit 3. يلا بينا نشوف الكلمات بتاعت الاول. طيب ايه الكلمات الموجوده في lesson 7؟ اول حاجه كلمه دروس اللي احنا بناخدها دي دروس. الدروس اسمها lessons وما قلتش lesson، قلت lessons يعني دروس. study your lessons ذاكر دروسك. lessons. كلمة غابة اسمها الغابة بقى اللي بيكون فيها الحيوانات الفيلة والقرود والكلام ده كله اسمها forest. بص الار forest. عايز اقول في الخارج او بره بنقول عليها outside. my dad is outside. بابا بره. طب عايز اقول جوه. كلمة جوه يعني inside the kitchen جوه المطبخ. inside the home جوه البيت. inside the company جوه الشركة. عايز اقول في المنزل اسمها at home. كلمة يعيش يعني live. طب انا عايز اقول انا بعيش في اسكندرية I live in Alexandria.
طب لو بتعيش في القاهرة I live in Cairo. طب لو بتعيش في سوهاج I live in سوهاج. في أسوان I live in أسوان. عايز أقول على السفن أو على القوارب بقول عليها on boats. on boats. بص كلمة boat خدناها في الكلاس اللي فات. boats. boats يعني قوارب يعني مراكب يعني مراكب. عايز اقول بعض الاطفال some children. عايز اقول بعض الاطفال بيحبوا ان هم يلعبوا على المرجيحة. some children like to play on the slide. فعايز اقول بعض الاطفال بيحبوا الكلايمنج فريم. some children like to play on ايه بقى ده climbing frame. عايز اقول بعض الاطفال بيحبوا ياكلوا بيتزا. some children like to eat pizza. some children يعني مش كل الاطفال، لا يعني شويه منهم. انا عايز اعرف بقى انت من انهي شويه بالظبط، بتحب ايه؟ ها عاوز اقول في مصر يعني in Egypt. طب في اسكندريه in Alexandria. طيب طبعا كلنا عارفين ان مصر في دول بقى تانية غير مصر. في عندنا مثلا انجلترا في اوروبا اسمها ايه؟ UK او انجلاند. طب UK اختصار لايه؟ United Kingdom. ملهاش دعوه اسمها UK بس. UK انجلاند او UK. بعد كده عندي بلد طبعا اسمها استراليا بقول عليها استراليا. بعد كده عندي بلد اسمها بنجلاديش، دي بالعربي برضو بالانجليزي زيها بنجلاديش برضو هي بالعربي هي بالانجليش عادي خالص. فتعالى بقى نشوف ايه حوار UK واستراليا وبنجلاديش. تعالى نشوف ريد اند ليرن هيقولوا لنا ايه. مديني الصوره دي بيقول لي in the UK يعني في انجلترا some children بعض الاطفال have lessons عندهم دروس outside at a forest school. بعض الاطفال بيكون عندهم دروس بياخدوها هم في الغابه عشان يتعلموا اكتر عن الغابه والحيوانات اللي في الغابه والنباتات اللي في الغابه وهكذا. وبيقول لي in Australia في استراليا some children بعض الاطفال have lessons عندهم دروس at home وهم في البيت، بياخدوا دروس بتاعتهم وهم في البيت. they don't live near a school لان هم بيتهم مش قريب من المدرسه فبيضطروا ياخدوا الدروس بتاعتهم كلها في المدرسه، يعني مش بيروحوا المدرسه اصلا. اوعى تكون نفسك تبقى زيهم. عندك بقى في بنجلاديش ودي اكتر حاجه بقى بنجلاديش دي في قاره اسيا المفروض. تعالى بقى نشوف ايه بقى اللي بيحصل في بنجلاديش. بيقول لك ايه in بنجلاديش ايه اللي بيحصل؟ some children بعض الاطفال have lessons عندهم دروس on boats وهم في المركب، يعني هم في المركب كده في البحر او في اي حته راكبين المركب بياخدوا بقى الدروس بتاعتهم. يعني في UK بياخدوا في الفورست في الغابه، استراليا بياخدوا في البيت، بنجلاديش بياخدوا في القارب في المركب في البحر، واحنا يعني قاعدين في المدرسه 24 ساعه. بس يا سيدي وكده نكون خلصنا ليسن 5 6 and 7 كلمات وريد اند ليرن وسنتنسز وجرامر وكل حاجه. تعمل هوم ورك والاكسرسايز وما تنساش تحل التيست وتقول لي جبت كام، وهستناك بقى في يونت 4. باي. طيب ان شاء الله دي هتكون ليكشر نمبر 5 في الفوناتكس، وهنا هتكلم عن اخر حاجه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت كانت ناقص حرف اليو طبعا في الفاولز. بس قبل ما اديك حرف اليو تعالى افكرك الاول بالفور فاولز اللي خدناهم. خدنا حرف الاي وحرف الاو وحرف الاي وحرف الاي. تعالى افكرك بشويه كلمات كده يعرفوك الفرق بينهم. فاكر الكلمه دي بان والكلمه دي بون والكلمه دي بان والكلمه دي بن. على فكره لازم تعرف تفرق ما بينهم. هو ممكن يكون الفرق ضعيف قوي بس لازم تعرف، لان انت لو عملت كده هتعرف تتكلم انجلش بسهوله قوي. بان بون بون بن بن. يلا كلمه كمان هنقوله تن تن انت متخيل؟ ان اون ان لو خدت اللحن ده واشتغلت عليه خلاص هتعرف تفرق بينهم بسهوله قوي. بان بون بن. مش انا بعرف افرق بينهم، يبقى انت كمان لازم تعرف تفرق بينهم. مش انت بتاخد معايا كورس يبقى لازم تبقى اشطر مني. بان بون بن تان تون تن. بس كده. طيب ده كانت مراجعه سريعه قوي على الفاولز اللي خدناها المره اللي فاتت. تعالى بقى اديك حرف اليو اللي ناقص. ادي حرف اليو. ركز بقى معايا عشان حرف اليو ده لعبي قوي. هو بيقول لي انا لاعبي، فما تسمعوا.
ركزوا معايا ركزوا معايا. بص يا سيدي، حرف اليو بيتنطق قريب قوي من حرف الاو، فهنا هنكتب حرف اليو وهنا هنكتب حرف الاو وننزل الخط بتاعنا. بص الكلمه دي اسمها sun. بص هنا حرف اليو اتنطق ازاي؟ بص الكلمه دي اسمها mud 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 mud. بص الكلمه دي اسمها nut 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 nut. بص الكلمة دي اسمها pun 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 pun. على فكرة ده شبه قوي لما يكون في حرف الاو. بص SON MOD NOT PON. طبعا مش هينفع نفرق ما بين الكلمه دي والكلمه دي لان الكلمتين دول هوموفونز، يعني بيتنطقوا نفس النطق تماما، وده كده اختلاف بسيط يعني ما تشغلش بالك بيهم. لكن تعالى كده نشوف هنا اسمها ماد اد خطفه سريعه ماد، انما هنا فتحه لجوه شويه ماد 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 ماد. على فكره وانا اللي بقول لك لو ما عرفتش تفرق ما بين الاثنين دول عادي، دول عادي الاثنين اصلا قريبين من بعض قوي، دول بالذات عادي، لكن اللي فات لازم تفرق ما بينهم. ماد 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 not 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 pun pawn pun pawn. بص دي ناموسه دي ناموسه دي ناموسه يا عم، انت ركز معايا دعوه بالناموسه، انت بتركز مع الناموسه ليه؟ pun pawn pun pawn mud 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 mud. هنا بص اد هناك اد ات هناك ات 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 ان ان بس كده. ده الفرق ما بين الاو واليو. فدلوقتي لو انا عملت لك بقى جدول في الفايف فاولز اسمه انا بقى بسميه الجدول المرعب، الجدول الخطير اللي بيعرف يفرق فيه بيعرف يعمل اي حاجه في الانجليش بعد كده. يلا بينا. هنا هنقوله الاي، هنا هنقوله الاو، هنا هنقوله الاي، هنا هنقوله الاي، هنا نقوله اليو. اهو 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 اهو. تعالى بقى نشوف الكلمه الواحده لما تتحط زي هي بالظبط بس الفاولز اللي مختلفه. يلا pan pon pen pin bun mat mot mat mit mot. صدقني لو انت عرفت تفرق بين الكلمات دي يبقى انت عبقري. يلا بينا. انا قول انت في سرك. يلا pan 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 pon pon pen pen pin pin pon pon. يلا اللي تحت mat mat mot mot met met mit mit mot mot. بسرعة pan pon pen pin pon mat mot mat mit mot. بص والله العظيم موسيقى، دي موسيقى. هي ده هو ده الساوند، هو ده الصوت. حط جنبه اي كونسونانت هتطلع الكلمه زي ما انت عايز. عايز مثلا اكتب ست SIT، عايز اكتب ست SET، عايز اكتب ساعة SAT، عايز اكتب صوت SOT. اعرف الجدول ده تعرف تفرق بين حاجات كتير قوي في الانجليش. بس كده، مش عايز منك النهارده غير الجدول ده بس تبقى بيرفكت فيه. اتفقنا؟ باي. استناك في الليكتشر اللي بعد كده عشان نتكلم عن الماجيك اي ونشوف هي بتعمل ايه في تعالى باي. لا تعالى مش دلوقتي، المره الجايه.